بنقول على جمهور الاهلي قليل الاصل. والله العظيم بجد ما بقى انا بجيبها لكم، بصوا بامانه احنا بنقول على جمهور النادي الاهلي قليل الاصل. ليه؟ لان مثلا واحد زي رمضان صبحي، انت رميت رمضان صبحي ده وهو في عز مجده، ابو التفانين حدوته، ابن النادي ايام ما كان بيقف لنا على الكوره. انت رميته بعرض ايدك، قلت له ساعه وترد على الاهلي. واحد زي عبد الله السعيد كان مسمار خط نص الملعب في النادي الاهلي، انت برضه بالسلامه شكرا سبحان الله ولا فرق معاك. فاحنا كجمهور نادي الزمالك بنقول عليك ان انت قليل الاصل، لان احنا عندنا الموضوع مختلف. يمكن انت قلت كلمه لفتت انتباهي، يعني ايه زريبه؟ يعني ايه نادي الزمالك زريبه؟ انا عايز افهم يعني ايه نادي الزمالك زريبه. انا لما جيت احسبها لقيت ان في حاجات معينه انتوا قلتوها عندكم حق فيها. يعني مبدا ان شيكابالا بيلعب لغايه دلوقتي ده ليه؟ يعني انا عايز سبب ليه بيلعب لغايه دلوقتي. الراجل كتر خيره ان هو واقف. انا عندي 32 سنه بروما سرحت في جسمي، الراجل بسم الله ما شاء الله عليه بيلعب من وانا عندي 7 سنين. يعني عايز اقول لك هو يعني تقريبا الجري اللي جراه في الملاعب دي كلها كان بلا هدف. يعني عمل كوره كورتين، جاب جون في الاهلي في ماتش القضيه، ممكن متعنا بكم لقطه على مدار 22 23 سنه، يعني يشكر. يشكر. هو قاعد لغايه دلوقتي ليه؟ ما انا برضو انا بحبه، يعني فينا احنا بنحب شيكابالا. انا ما فيش حد في جمهور الزمالك ما يقدر يعني احنا هنقول ايه؟ يعني هو اصلا هي مش عافيه، هي مش عافيه. فهو يا اما قاعد في نادي الزمالك لان هي زريبه وبياخد له 50 30 مليون 20 مليون ايا كان اللي هو بياخده كل سنه وقاعد باشا على عفانا، يا اما هو في حاجه غلط مع النادي. ما هو جمهور النادي الاهلي لما يرمي اللعيب ويجيب لعيب احسن منه وياخد بطولات اكتر مننا، ساعتها هو احنا مش هنبص اللعيب. يعني انا اعمل ايه بشيكابالا بالجون اللي جابه في القضيه؟ ممكن انا اعمل بيه ايه لما احنا اترزعنا القضيه؟ ممكن بعد منها محمد مجدي قفشه انا اعمل ايه؟ وجوده في الملعب فايدني في ايه؟ شيكابالا اخر جون جابه امتى؟ يعني سيبك من الجون اللي جابه، يعني اخر جون جابه امتى؟ يعني عمل شغل بيه. يعني ما انت ممكن تجيب هدف زي محمد مجدي قفشه ده للتاريخ. شيكابالا مثلا ممكن يروح رازع جون، الجون ده بسم الله ما شاء الله عليه ممكن يكون جاب جوان حلو، بس الكلام ده من 10 سنين، من 12 سنه، من 13 سنه، من 15 سنه. فكره ان انا اقعد لعيبه عندي لحد لما بسم الله ما شاء الله يعني جاب عيال وعياله هيكبروا ويتجوزوا، يعني انا مش فاهم والله. لو كان اتجوز صغير كان زمانه معايا على قدي يعني. بيلعب بيعمل ايه في النادي؟ يعني انا سامع ان في دلوقتي اتجاه ان هو يعني بسم الله ما شاء الله كده يعني هيمشي. ما تقطعوش بس بالله عليكم. انت اصلا فكره ان انا اقعد لاعب عندي كل السنين دي بناء على ايه؟ مع هو لو رونالدو، انا هو لو كريستيانو رونالدو بينزل كل ماتش بيجيب 3 4 تجوان، انا عايز راجل يحركه من النادي. هو لو ليونيل ميسي وبينزل كل ماتش يرقص له 20 30 واحد ويجيب جونين ثلاثه، انا عايز راجل يخرجه من النادي حتى لو بقى عنده 70 سنه. انما انت وجودك يعني او يعني مش عارف، انت وجودك اصلا يعني اكنك انت مش موجود. احنا بنلعب 10 ما بنلعبش 11. ما بقاش بقى 11 راجل في الملعب، احنا بنلعب 10. وجودك عندنا انت ممكن تعمل كوره كورتين في الكام دقيقه اللي بتنزلهم، ولا اكتر ولا اقل. فانت وجودك ليه في النادي؟ انت بتحب الزمالك وانا بحب الزمالك، يبقى انت وجودك انت ممكن تمشي يجي لعيب في مكانك شباب 20 سنه 22 سنه يقدم للزمالك اكتر من اللي انت هتقدمه. يعني انت في وضعك ده انت عملت كتير للنادي على انه على راسنا، هنعمل لك تمثال في نادي الزمالك، انما تسيب موقعك لحد غيرك. انما انت بتثبت فيها ليه يا اخي؟ انت لازق في القعده ليه يا اخي؟ في مش عارف انا ايه الشغل ده.